ضغط الحمل. ولما نتكلم عن ضغط الحمل يعني بنتكلم على ان الضغط يعلى اثناء الحمل، وعادة بيختفي بعد انتهاء الحمل. وضغط الحمل بيحصل للسيدات عادة بعد الاسبوع العشرين من الحمل، وبيتشخص اثناء المتابعة الروتينية. واحنا بنقيس الضغط بنلاقي الضغط عالي. لو الضغط بقى مصاحب ليه زلال بيتحول من ضغط حمل الى تسمم حمل، وده بيكون فيه زلال في البول وبيكون فيه تورم في الجسم. معنى كلامي ان مش كل تورم زلال، لازم مع التورم يكون في ضغط عالي عشان نقول ان ده زلال او ان ده تسمم حمل. وضغط الحمل مجرد ما يتشخص الحقيقة هو موضوع مهم جدا، ولازم المتابعات الدورية. لازم نقرب الزيارات بتاعت الست اللي عندها ضغط عالي. لازم نسيطر على الضغط بشكل ممتاز بأدوية الضغط المناسبة في الحمل. المتابعات الدورية مهمة جدا جدا. متابعة البيبي بالسونار وبالدوبلر عشان نطمن ان البيبي ما تأثرش بالضغط، لان الضغط العالي للاسف احيانا بيأثر على وزن الجنين وعلى تدفق الدم للجنين. كمان التحاليل الدوريه، صوره الدم ووظائف الكبد ووظائف الكلى، عشان نطمن ان الضغط العالي ما اثرش اي اثر سلبي على الحمل. لو ما اتبعش بشكل كويس بيكون ليه اثر سيء على الام وعلى الجنين، ولو اتبع بشكل كويس بيعدي بسلام على الام وعلى الجنين. دمتم سالمين.